السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم صلصة الطماطم المركزة او معجون الطماطم المركز بطريقة سهلة وبسيطة وبقوام وطعم والله احلى بكتير من صلصة المصانع او الصلصة الجاهزة المعلبة. هسرع معاكم الفيديو عشان ما اطولش عليكم. تابعوا معايا الفيديو بإذن الله، وصفة النهاردة تعجبكم وتجربوها. يلا نسمي الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. معايا لوصفة النهاردة بإذن الله 10 كيلو من الطماطم، طبعا الكمية حسب ما تحبوا وحسب ما انتوا عايزين. هاخدها بقى اشيل العنقود منها وانضفها كويس واغسلها كويس. بعد كده هقسمها على حلتين، كل حلة 5 كيلو. هعملها النهاردة بطريقتين. الطريقة الأولى بإذن الله هتنفع للمحاشي المكرونات، هتبقى حلوة قوي. هبدأ ان انا اقطعها بالشكل ده او نقطعها زي ما احنا عايزين، ممكن نقطعها نصين، ممكن نقطعها نشيل من عند العنقود الحتة البيضة اللي موجودة فيها دي. اول طريقة زي ما احنا شايفين كده، هحط واحدة بنجر، ممكن احط واحدتين بنجر لو عندك عايزة تزودي، واحط كمان واحدتين من الفلفل الحلو الاحمر، بيدي لون تحفة للصلصة. معاكي لحد نص كيلو من الفلفل، يعني ممكن تحطي من واحدتين لحد نص كيلو معاكي من الفلفل. هبدأ بقى ان انا اوطي عليها النار واغطي عليها واسيبها تنزل ميتها كده. تاني حلة معايا ال5 كيلو التانيين، هبدأ بقى ان انا اقطعهم. الطريقة دي تنفع حلوة قوي للخضار، مش هنضيف لها لا بنجر ولا فلفل حلو عشان ما يلونش لون الخضار ويغمق معانا. هبدأ برضو ان انا اغطي عليها واوطي النار خالص واسيبها تنزل ميتها زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هنا بدأت تنزل المية بتاعتها، نبدأ بقى ان احنا نعلي النار عليها عشان الطماطم تستوي تتهرى معانا. وهبص عليها كل 10 دقايق. انا عايزة المية تقل خالص، يا دوب بس تبقى تحت الطماطم كده حوالي سنتي من المية. زي ما احنا شايفين المية بدأت تقل معايا والطماطم بدأت تستوي تتهري معايا زي ما احنا شايفين بالشكل ده. انا كده طفيت عليها، هي كده الطماطم استوت والقشرة بتاعتها اتهرت خالص زي ما احنا شايفين كده. هبدأ بقى ان انا اجيب الخلاط بتاعي وانزل بيه في الطماطم. وده الفلفل بس شكله مش باين، مش واضح قوي. هحط بس معلقتين من المية مع الطماطم عشان تساعد الخلاط شوية ان هو يتحرك، عشان الخلاط يشتغل معايا. هاخد بقى البنجراية هقشرها واحطها مع الخليط الطماطم وهي بتتضرب في الخلاط زي ما احنا شايفين كده. هنضرب بقى الكمية كلها. الطريقتين هنضرب الطماطم كويس قوي في الخلاط، بس هنفصل كل حلة عن التانية. الحلة دي هتنفع زي ما قلت لكم للمكرونات والمحاشي. هنضرب بقى كمية الطماطم كلها. دي اول طريقة زي ما قلت لكم اللي هنحط فيها البنجر، وطبعا الفلفل اتضرب مع الطماطم بس مش باين. كده الطماطم تمام اتضربت في الخلاط. هناخدها بقى نصفيها، نفصل القشرة عن عصير الطماطم زي ما احنا شايفين كده. هنعمل الكمية كلها بنفس الطريقة، هنعمل الحلتين بنفس الطريقة. دي اول حلة هنصفيها زي ما احنا شايفين كده. كده تمام. هاخد بقى اول حلة احطها على النار، بس هحطها على النار هادية قوي. هنزل بمعلقة من الملح، معلقة كبيرة ومعلقة كبيرة من السكر، وهوطي النار خالص عشان مع كل 5 دقايق هقلب زي ما احنا شايفين كده. دي الحلة التانية برضو هضيف لها معلقة كبيرة من الملح ومعلقة كبيرة من السكر، وههدي النار خالص. وبرضو كل شوية هقلب كل 5 دقايق عشان الطماطم ما تلزقش في قعر الحلة. زي ما احنا شايفين كل شوية ببص عليها، المية بتقل خالص وتبدأ تبقبق بقى تبقبق، هي كده مقربة ان هي تستوي. كده تمام. انا طفيت عليها زي ما احنا شايفين، مكان الفقاعات والبقبقة دي لسه باينة حتى بعد ما طفيت النار. كده الطماطم معانا ما شاء الله كده جاهزة، بقت صلصة. هوريكم شكلها دلوقتي وقوامها. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، والله بجد تحفة. شايفين تقلها؟ يعني هي مش راضية تنزل من المعلقة. بصوا بسم الله ما شاء الله، والله بجد تحفة وطعمها رهيب. يعني لو جربتوا الوصفة دي والله بإذن الله هتعتمدوها ومش هتعملوا غيرها، مش هتشتروا جاهز تاني خالص. بسم الله ما شاء الله، بقيت معجون طماطم مركز. هبدأ بقى ان انا اغرفها في طبق، هوريكم كمان لونها قد ايه تحفة زي ما احنا شايفين كده. بجد يا جماعة لازم تجربوا الوصفة، بسم الله ما شاء الله بجد وصفة تحفة. هي كده بقى جاهزة معايا للتفريز. هاخدها بقى اعبيها في اكياس صغيرة على قد الاكلة بتاعتنا. طبعا كل واحدة عارفة الاكلة بتاعتها بتاخد قد ايه، الطبخة بتاعتها بتاخد قد ايه من الطماطم. هبدأ ان انا بقى احطها في اكياس وافرغ منها الهواء زي ما احنا شفنا كده، وبعد كده اقفلها وافردها في الاكياس عشان تاخدش معايا مكان في قلب الفريزر زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طبعا هعمل الكمية كلها بنفس الطريقة
وكده خلصت وصفتنا النهارده. بتمنى يا رب وصفة النهارده تكون عجبتكم وتجربوها. ما تنسوش بقى تشجعوني وتدعموني بلايك وتشرفوني باشتراككم في القناة وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل. بشكركم جدا. السلام عليكم.